اتكلمنا عليها، ودي امور طبيعيه جدا جدا في الكوره. لكن كل تعاملات اكيد مع الحاج محمد بن سعود، في المستشار وليد، الناس المحترمين، الاستاذ احمد حليم، الناس المحترمين، الناس كلها، الواحد الحمد لله رب العالمين يعني، في الاستاذ بديع ابو علي، العميد بديع ابو علي برضه من الاستاذ حسين عبد سعود، الناس كلها محترمه. لكن الحمد لله انا جيت برضه الناس كلها حابه، الحمد لله يكفيني ان انا ابن اسماعيليه، والناس كلها بتحبني، والناس كلها واقفه في ظهري، والناس كلها مسانده وبتتمنى ان انا اكمل السنه الجايه الحمد لله رب العالمين. ناس كتير قوي قوي سواء على الفيس او اسماعيليه، انا بقابل اي حد في اي حته، انا من ساعه زغلول شارع مصر ورسول السمك، وبقابل وعارف راي عام في اسماعيليه، مش راي عام على اللي انت الحته اللي انت حاططها انك انت بتعمل فيها راي عام، انك انت بتاخد 3 4 تنفار فيك او 50 60 واحد او 1000 واحد. الحمد لله بقى عندي الوفات مؤلفه الحمد لله، بتعشق وتحب خالد القماش ابن اسماعيليه وابن البلد يعني. فبالتالي بقول علاقتي طيبه جدا جدا بالعميد محمد بن سعود، بتشاور معاه على طول، بتكلم معاه في التليفون على طول. حاولت كده اقول عشان الناس اتكلمت في نقطه مهمه جدا جدا، انا حاولت كده الاخير في النقطه الاخيره قلت والله انا في مجموعه من اللاعبين انا محتاجهم، مجموعه كبيره من اللاعبين يعني، مش انا قلت 25 ولا 26 ولا 27، انا بتكلم في مجموعه من اللاعبين الكبار كتيره، ورحت للجنه الفنيه قعدت مع كابتن اسماعيل حفني، ممكن تسال كابتن اسماعيل، وكابتن اسماعيل حطوا لجنه فنيه مجموعه من اللاعبين الاخرين مميزين جدا اللي اي حد يتمنى وجودهم في النادي الاسماعيلي. مش هنختلف، لو انا وانت مش هنختلف، لو انا واي حد اللي بيفهموا كوره مش هنختلف على اي حد اتكلمت فيه. مشكله المشاكل اللي احنا كنا ايام ما كنا بنلعب فيها مشاكل ماديه، في بعض اللاعبين قعدوا معاهم ما اتفقوش معاهم، في لعيبه كتير قعدوا معاهم ما اتفقوش معاهم، اللعيبه دي كلمتني، في مجموعه كبيره من لعيبه اتحاد الشرطه اللي قال لك اللي خالد القماش انا ماشي يتمنى، اي حد بيكلمني ان هو يتمنى ان هو يلعب في النادي الاسماعيلي، كاريكو ولا بسيوني اللي قال لك انا رفضت مين بسيوني مين؟ ده اللي جايبه في اتحاد الشرطه، واحد انا اللي جايب مختاره بيلعب في اتحاد الشرطه من العدم، عملته لعيب كوره اللي الانديه كلها بتجري وراه، راح نادي ام دلوقتي، اقول لك انا مش عاوز اجيبه النادي الاسماعيلي الا لو كان واحد واحد جاهل ما بيفهمش حاجه. لكن طبعا لا، في بسيوني كان خالد غندور لعيب مميز جدا جدا، خالد سطوحي اللي كان في نادي اتحاد الشرطه مع عمر كمال عبد الواحد، واللعيبه دي اتكلمت معاها. لكن مشكله المشاكل انك انت كل ما كاداره نادي بقى، مش انا اقعد معاهم نتكلم في ماديات ابدا، ماليش دعوه بالماديات، لكن هي مشكله انك انت بيختلفوا في وضعيه، انت الناس برضو بتاخد يقول لك لا ده سمعه النادي الاسماعيلي مش كويسه في الماديات، ما بيدفعوش فبيطلبوا مبلغ عالي جدا جدا، وبيعاني الحاج محمد في الحته دي انه ازاي يخلص هؤلاء اللاعبين. لكن انا قلت الكلمه دي قبل كده وزعلت ناس، وما زلت بقول انا في مجموعه كبيره جدا قدمتها للنادي الاسماعيلي، قلت انا عاوز الناس دول الامور الماديه العائق الاكبر، مش ان هو رافضين ان طلبات خالد القماش تتحقق، لا، لكن في لعيبه كتير جدا انا طالبها واتمنى باذن الله تعالى ان هم يتواجدوا في النادي الاسماعيلي، اتمنى لعيبه، وانا بدور في الاخر ايه، وانا رايح اجيب حد هشغله في بيتي ولا هيبقى هشغله للنادي الاسماعيلي، سواء خالد القماش موجود او مش موجود، انا بتكلم في حته انك انت هتجيب حد يفيد المكان، فبالتالي ما حدش جاي منهم لغايه دلوقتي اكيد يعني. هي برضو المسائل الماديه هي العائق الاكبر، لكن انا علاقتي طيبه للغايه بالحاج محمد ومجلس الاداره، وعلاقتي مهمتها مميزه معاهم، وبقعد اتكلم معاهم على طول يعني على فكره، عشان الناس اللي بتتصرف ان هو باكر بس. مركز حراسه المرمى بعد اصابه محمد صبحي برباط صليب، شايف حضرتك ان هو محتاج تعيين في الموسم الجديد، ولا الحراس الموجودين على اكمل وجه؟ لا اكيد طبعا، ربنا يرجع محمد صبحي بالسلامه كقائد وحارس مرمى متميز جدا جدا، وكان في افضل حالاته قبل الاصابه. في محمد عواد من افضل حراس المرمى، في محمد مجدي صالح حارس مرمى مميز جدا جدا، لكن اكيد لو ثلاثه موجودين مش محتاج حد يعني، لكن ما هو المشكله ان صبحي هيحتاج بعض الوقت طبعا اكيد يعني، عشان كده كنت اتكلمت حتى من ضمن اللعيبه عمرو حسام اللي هو حارس مرمى اتحاد الشرطه مميز جدا جدا، واكيد طبعا وفي ظل غياب فتره محمد صبحي محتاج حارس مرمى اكيد. انا بقول لك في جميع الاماكن انت محتاج لعيبه، ويبقى عندك وفره في اللاعبين. مشكله المشاكل في الكوره عندنا في النادي الاسماعيلي حاجتين يقلقوا اي حد، ودي بتبقى صعبه شويه في النادي الاسماعيلي، ان لعيب يقلق لعيب، يعني لعيب يقلق لعيب، ما حدش يقدر يجي انا بتعمد اخد انذار عشان ما العبش الماتش الجاي، يا سيدي مع الف سلامه ولا تفرق معانا، لكن انت لو عارف ان وراك حد في حد تاني هتقلق من الكلام ده كله. او حته ثانيه، حته الماديات، يعني الماديات اللي هي انت بتخسر منه خصم جامد جدا جدا جدا، فبالتالي انت برضه يعني ما انتش بتديني مستحقاتي عشان تخسر مني، يعني انت بتتكلم يعني افضل اخسر منك على طول بصفه دوريه، طب فين المفروض ان انا دي معادله صعبه جدا جدا انا بعاني منها في النادي الاسماعيلي اكيد يعني. اسلام جمال لاعب متميز، ادى بشكل متميز، كان اعاره، يمكن هو دلوقتي هيقدم معانا مباراه المصري وبعد كده يتجه الى نادي الزمالك. عايز نعرف حضرتك رايك ان هو في الاستمرار مع النادي الاسماعيلي، او كلمت الاداره ان هو يستمر مع النادي الاسماعيلي، ولا ايه رايك؟ اسلام قريب مني جدا جدا. اسلام انا من رايي ان حاليا يجب انه ينضم لمنتخب مصر، يعني من افضل اللاعبين في المركز ده حاليا، من افضل اللاعبين عندي في النادي الاسماعيلي، بتمنى واتكلمت معاه اكتر من مره الحاج انه يتم استمرار، هل استمرار اعاره او استمرار ان هو يجي على النادي الاسماعيلي، لان اسلام حتى لما بتكلم معاه بقول له انت رحت الزمالك هيبقى، انا شايف ان صعب انه يلعب على طول، هو كوفي وعلي جبر بيلعب على طول، اسلام من العناصر المميزه جدا جدا اللي بتمنى استمرارها في النادي الاسماعيلي. الموسم المقبل شايف النادي الاسماعيلي ازاي كده؟ يعني بوجودي او عدم وجودي، انا بتكلم لا انت محتاج لعيبه كتير كمان، يعني محتاج لعيبه يبقى اضافه على النادي الاسماعيلي، مش محتاج لعيبه يعني انك انت تاخد وقت كتير عشان تقدر تلمعهم ويقدروا، لا انت
من اسباب اخفاق النادي الاسماعيلي في الحصول على مركز متقدم اكيد يعني ان البديل الجيد مش موجود، فبالتالي يجب انك انت تجيب لعيبه مميزين في اماكن المؤثره اللي انا بتكلم عليها، ان مفيش حد يقدر يلعب في النادي او يتحكم في النادي، فبالتالي لابد ان هو يقلق تملي. انا برضه في نقطه مهمه جدا جدا، انا كل التقدير والاحترام لان الكلام ده دخل فيه حاجات كتير جدا جدا. اللجنه الفنيه على راسها انا بعتبره استاذي الكابتن اسماعيل حفني، بحترمه واقدره جدا جدا، وبقعد معاه اكتر مره بتواصل معاه في التليفونات. اللجنه الفنيه بقت اعضائها كلهم زمايلي وحبايبي يعني، فبالتالي علاقتي بيهم مميزه للغايه. لجنه التعاقدات بتحاول قدر جهدها، كل تحيه وتقدير للاستاذ سمير نصر، كل تحيه وتقدير للاستاذ محمد جمال، كل تحيه وتقدير للاستاذ تقريبا الشيخ بيكلمني من القاهره، دول اللي انا بتعامل معاهم وبتكلم معاهم. ما جرحتش في حد وما بجرحش في حد، خالد قماش محترم ابن ناس ومتربي وبيعرف ربنا، ما جرحتش في حد ومش هجرح في حد ولا بعد كده هجرح في حد. انا علاقتي طيبه جدا جدا وبتواصل معاهم تليفونات، بيحاولوا قدر جهدهم. الماديات هي العائق الاكبر، مفيش اي مشكله بيني وبينهم، لكن المشكله كلها ان الفيران ترجع لجوهرها، الفيران اللي حوالين الكلام ده كله هي اللي بتحاول قدر جهدها ان تسوق العلاقه. انا علاقتي طيبه بالدنيا كلها الحمد لله رب العالمين، وزي ما قلت لك ما بخافش من حد، بعرف ربنا وبعشق كيان وتراب النادي الاسماعيلي. شغل الشيخ الشارع الاسماعيلاوي الفتره دي كابتن خالد قماش مستمر بعد بطوله الكاس ولا ساح؟ يعني انا قلت كلمه، قلت انا خالد قماش عمل عقد مع النادي الاسماعيلي رغم ان ده زعلني في البدايه، يعني انت جبت واحد انا ما اعرفوش في الكوره، يعني قلت له عقد سنه ونص، انت جبت عملت نهايه الدوري او نهايه الموسم، فبالتالي انا عقدي انتهى في النادي الاسماعيلي. لكن خالد قماش ابن النادي ابن البلد اللي هو لما قابلك ما تقوليش انت سبتني ومشيت، والله والله والله، والكلام ده يعرفه الحاج محمد كويس قوي. اثنين ناديين كبار جدا جدا في مصر بثلاث اضعاف اللي انا باخده في النادي الاسماعيلي، لكن كنت اسيب النادي الاسماعيلي في الوقت اللي هو صعب جدا جدا اللي فات ده. مش خالد قماش اللي بيع النادي الاسماعيلي وخالد قماش اللي نط المركب وسيبها في وسط المشاكل الكبيره جدا جدا والضغوطات اللي اتعرضت لها كتير جدا جدا. انا بعشق الكيان، بحب جدا جدا، والله كمان مره بقول لك ثلاث اضعاف بفلوس جامده جدا جدا. كنت اسيب النادي هنا وهيدفعوا بشرط الجزاء النادي الاسماعيلي، وكنت رحت ناديين كبار جدا جدا في مصر، لكن ما رضيتش حبا واحتراما للكيان المحترم، حبا واحتراما للجمهور اللي انا بحبه. لكن في الاخر ما اتقالش بقى ان خالد قماش بايعنا، ان خالد قماش هيسيبنا ويمشي، ان خالد قماش عقده الرسمي انتهى مع النادي الاسماعيلي بنهايه اخر مباراه في الدوري. خالد قماش اللي بيحب النادي الاسماعيلي ما سابهاش وجري واختفيت ورحت الساحل الشمالي ولا رحت اي مكان ثاني ولا رحت بعت القضيه ورحت سبت النادي الاسماعيلي ورحت تعاقدت مع اي نادي من الانديه الاخرى، لا قعدت وكملت في الكاس اكيد طبعا نهايه العقد انتهى، لكن مكمل طبعا اكيد لنهايه مباراه الكاس، وباذن الله تعالى هنجيب بطوله الكاس، لكن الجديد ايه كله في علم الله طبعا اكيد يعني. عايزين نعرف كابتن خالد اهم استعدادات النادي الاسماعيلي لمباراه الكاس الهامه مع النادي المصري الجمعه القادمه. طبعا دي بطوله جماهير الاسماعيلي مسافه بطوله. ايه اهم استعدادات النادي الاسماعيلي وشايف بطوله الكاس ازاي؟ اكيد طبعا هي مباراه صعبه علينا وعليهم، طبعا هم صعب على اعتبار انهم فازوا المركز الثالث وعندهم مشاكل ما زال الكابتن حسام، يعني ربنا يطلعه من الامه اللي هو فيها. طبعا انا بعشق بورسعيد، بحب جدا جدا النادي المصري كخط كنال واحد، وبقى من ايام كابتن الله يرحمه الحاج سيد متولي، كبير جدا كابتن مسعد نور وحبايبي طبعا هناك اكيد البي وطارق الصاوي يعتبر مصاحبين معايا يعني، فبعشق الكيان ده. لكن طبعا بحب المكان اللي مربيني، طبعا اكيد هي مباراه صعبه جدا جدا علينا وعليهم، لكن ظروف الغيابات كتير. انا في بعض الاماكن انا بقالي 3 ايام او بقالي يومين بفكر انا هعمل ايه في المكان اللي ورا وهعمل ايه في المكان. انا بتكلم في لعيب غاب النهارده في 3 عناصر مؤثره كانوا بيلعبوا معاك في النادي، كان بتاع عادل ما بيجيش بعد 3 ايام بيتجوز، موضوع غريب جدا بالنسبه لي. بنتكلم في ابراهيم حسن اصيب اخيرا امبارح، بنتكلم في كابتن مروان اصيب. هعمل ايه في ال3 اماكن دول؟ بقالي يومين ربنا يلهمني الفكر ان انا اقدر من خلال بعض العناصر الموجوده انك انت تقدر، لان طبعا اكيد دي مشاكل فنيه كبيره، وبالتالي اذا خدت من البدائل يبقى البدائل عندك تضعف، فدي مشكله كبيره اكيد طبعا، لكن باذن الله هتكون لها حل. وباذن اتمنى، شوف التمني غير انك انت الواقع اللي بتعيشه يعني، لكن بتمنى انك انت تحقق بطوله النادي الاسماعيلي من خلال او على الاقل تقدم خطوه، لان شايف ان احنا قادرين عليها باذن الله تعالى، ربنا يكرمنا ونعدي عقبه النادي المصري اللي جاي باذن الله تعالى. كابتن خالد، جمهور، عوده الجمهور، شايف ان ممكن الموسم الجاي نشوف الجمهور في ملعبنا ولا الموضوع ده صعب جدا؟ مستحيل طبعا يعني، انت بتتكلم لكن ممكن بضوابط يعني، ممكن ترجع جمهور يعني اعداد معينه. النادي الوحيد اللي يعني الاسماعيلي بيلعب مع المصري وجمهور الاسماعيلي بس اللي يجي، المصري بيلعب مع الاسماعيلي وجمهور المصري اللي يجي، دي الضوابط اللي ممكن تجي. لكن تقول لي جمهور، انا من الناس اللي شايف ان الثوره خربت العقول يعني، خربت العقول ده من اسوء ما في الشعب المصري، فبالتالي ما فيش حد يجي دلوقتي، ما فيش حد بيخاف من حد، اي حد بيتكلم يقول اي حاجه في رايه، فبالتالي لا انا شايف صعب جدا جدا. وان كنت اتمنى كاسماعيلاوي ان احنا مش هنقدر نتقدم ربع خطوه الا من خلال جمهور الاسماعيليه، والله بكيت بكاء ربنا يعلم بيه اخر تدريب النادي الجمهور الاسماعيلي جه قبل ماتش الاهلي، الناس لما بتنادى خدنا ماشي، تقول له افريقيا يا ماشي، ما ده الواحد كل ما اقعد افضل اعيط لوحدي، حاجه صعبه جدا جدا. انت بتحاول تحقق رغبه للجمهور المحترم ده اللي بيتعطش لاي بطوله، بيتعطش لمجرد مكسبك قدام النادي الاهلي،
اتمنى باذن الله تعالى كده احقق حاجه للجمهور المحترم ده باذن الله. كلمه اخيره كابتن خالد توجهها لجمهور النادي الاسماعيلي. انا كلمه اخيره اوجهها للعناصر كلها، يعني مع احترام وتقدير طبعا الجمهور ده حاجه فوق دماغ الواحد، واتمنى ان احقق لك حاجه جزء من الاجزاء اللي انت صاحب الفضل علينا في كل حاجه في كل حاجه. اتمنى احنا نحقق لك بطوله باذن الله تعالى، او حاجه انك انت ترجعك تاني البطولات الافريقيه انك انت بتتمناها يعني، او انك انت طلبتها من الواحد يعني. بتمنى من كل ما هو بينخرم كده في الموضوع ان هو يسيب الدنيا تمشي عشان خاطر ما حدش عارف بكره فيه يعني. انا بجري ورا مصلحه النادي الاسماعيلي، لا تبع فلان ولا بحب فلان ولا بحب علان ولا ليا علاقه بده. انا لا بقعد في قهوه ولا بقعد في قعده ولا قهوه بتجيبني ولا قعده بتجيبني ولا مجموعه بتجيبني. انا جاي برغبه جماهيريه الحمد لله رب العالمين، وبالتالي لما هقعد برغبه جماهيريه الحمد لله. ماليش مصالح مع حد، انا كل ما يعنيني في الامر مصلحه وكيان النادي الاسماعيلي. لا بتمنى تكون افضل حالتها باذن الله، واتمنى ان احنا ربنا يكرمنا المباراه الجايه دي عشان خاطر يقدر ننطلق في البطولات اللي بعد كده، اللي عندنا الزمالك بعد كده لو ربنا كرمنا في الاقرب يعني. انا ما بحبش انا افكر في اللي بعد كده، لكن هو اخطر مباراه بالنسبه لنا هي المباراه المصريه. اتمنى ربنا يكرمنا فيها باذن الله. كابتن خالد بشكر حضرتك جدا على اللقاء الممتع ده، نتمنى باذن الله ربنا يوفقنا في مباراه مصر كلها ان شاء الله. انا سعيد جدا كل ما في اي وقت تحت امركم. شكرا. شكرا.